ادانا له ورقه وقلم وعملنا له امتحان في الاخلاق فجاوب صح. بالظبط كده. بجد والله؟ بالاخلاق كويسه يا منار لازم نكون عاشرناه. هو كان زميل صاحبتي وصاحبتي كانت عارفاه. صاحبتك مش كفايه؟ يلا كملي القصه. طيب المهم بعد كده ربنا سهله بعد ما اتخطبنا بحوالي شهر واشتغل شغل حكومي واتثبت. يعني انت وش خير؟ الحمد لله. ممكن. الحمد لله. بس بعد كده احنا بابا كان متفق ان هو هيساعده. احنا كنا متفقين على 3 سنين دول على اساس ان هو لسه ما فيش شغل ثابت او كده، فكان هيبقى وضعه برضه يعني قلنا هيبقى صعب ونصبر ونستنى، خصوصا ان هو نصبر يا حبيبتي. بس بعد كده بابا قال يعني سنة مثلا كده وهيبيع عندهم أرض في البلد. الأرض دي يعني عدى سنة وكده وما فيش أي حاجة، ما عرفوش يبيعوها، والأرض دي كمان عليها ميراث. يا حبيبتي. فدلوقتي يعني أنا بقول له مثلا اقترحت عليه ان احنا نعمل قرض وكده على اساس ان هو يسهل لنا الموضوع شويه. هو دخل في جمعيه بس الجمعيه دي مبلغها صغير جدا. على رايك لا نعمل قرضين.